هذا هو مدخل النفق الذي يمتد من قطاع غزة إلى عمق الأراضي الإسرائيلية. هذا النفق يمكنه أن يستخدم لأغراض إرهابية طبعا، وهذا ما أرادته حركة حماس في قطاع غزة أو المنظمات الإرهابية الأخرى التي تقوم وتواصل نشراتها تخريبية لاستهداف المواطنين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي. كما تشاهدون هذا النفق يستعمل فيه الحديد ويستعمل فيه الأسمنت والبيتون بكميات كبيرة، مما يدلل على أن حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل التسهيلات والمواد التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة من قبل منظمات إنسانية وكمعونة إنسانية لأغراضها التخريبية، بدلا من أن تعيد إعمار قطاع غزة وتبني في قطاع غزة مدارس ومستشفيات. هي تبني ما يمكنه أن يدمر المصالح لأهالي قطاع غزة ويدمر مستقبل الأجيال القادمة في قطاع غزة. نحن في جيش الدفاع الإسرائيلي كما قلت سنواصل العمل جاهدا لإحباط المحاولات لتنفيذ مثل هذه العمليات التخريبية، وكما اكتشفنا هذا النفق سوف نواصل جهودنا لاكتشاف مزيد ولضرب من يحاول إلحاق الأذى بمواطنينا.